السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكون كل أموركم على ما يرام. اليوم إن شاء الله قررت باش نشارك معكم دجاج في الفران بتتبيلة تخليه يجي رائع في المذاق، وأيضا أصابع ديال الدنجال اللي بطريقة مغايرة على داكشي اللي كتشوفوا، وبطاطا في الفران، وكذلك شيفلور حتى هو في الفران. هادشي كامل كيجي لذيذ بزاف. وغادي نضيف عليه سلطه اللي سهله في التحضير وكتجي بنينه بزاف، واحد الشرميله خفيفه، وعصير ديال لافوكا اللي منعش ولذيذ بزاف وما غاديش كاع تقنعوا منه. وما تنساوش كيف العاده قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصليو على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله وعلى بركه الله. المقادير اللي غادي نحتاجو باش نحضروا الدجاج ديالنا: عندي تما كميه ديال الفخوضه وشويه ديال الصدر، المهم داكشي مخلط. غادي نحتاجو ايضا الملحه، البزار، الخرقوم بلدي، تحميره، سكينجبير، زيت الزيتون، موطار، زعتر، الحامض، واحد 3 الفصوص ديال الثومه محكوكين. صافي غادي نبداو. اول حاجه كنحاولوا اننا ندخلوا السكين في هذاك الدجاج باش يلا يشرب لينا هذيك التتبيله اللي غادي نديرو، غير بهذه الطريقه، حيت انا كان عندي كونجلي، يعني كنلقى واحد الصعوبه باش يلا نديرو، ماشي مشكل. صافي غندوزو باش يلا نحضروا التتبيله ديالنا. غادي نحتاج فيها واحد المعلقه ديال المطارد اللي غادي تكون عامره بحال هذا الشكل. صافي غادي نديروه، غادي نضيفوا عليها كذلك واحد شويه ديال الزعتر اللي كيجي في الدجاج واعر بزاف. غادي نضيفوا عليه كذلك واحد 3 الفصوص ديال الثومه محكوكين، شويه ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي، وشويه ديال الابزار، والملحه اللي كتبقى على حساب الذوق. صافي غادي نعصروا عليه واحد نصف حامضه، وغادي نضيفوا عليه شويه ديال زيت الزيتون. صافي ونخلطوا التتبيله مع الدجاج حتى كنحسوا بهم بلي راهم انسجموا، ونخليو الدجاج ديالنا تقريبا واحد ساعتين ولا 3 حتى كيتشرب هذاك الدجاج هذيك التتبيله. عاد نديروه في واحد الصينيه اللي غادي نكونوا دهناها بشويه ديال الزيت، ونغطيوه بابي الومنيوم ونخشيوه في الفران. الان غادي ندوزو باش نحضروا التشرميله اللي سهله. غادي نحتاجو فيها شويه ديال البصله وشويه ديال الفلفله، تما عندي شي فلفله صغيره وشي 2 بصلات كبار. غنديروا عليهم شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، ونديروهم كيطيبوا. الان غادي ندوزو باش نديروا المطيشه اللي غادي نقطعوها لطريفات صغار. نديروا فيها شويه ديال الثومه، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال البزار. غنضيفوا عليه كذلك واحد شويه ديال التحميره، وشويه ديال الهريسه والكمون. صافي الان من بعد ما نزلات لينا هذيك البصيله والفلفله غنضيفوا على هذيك المطيشه. صافي نبقاو نحركوا فيها شويه حتى كتوجد معنا. المهم راها ساهله بزاف هاد الشرميله، وكتوجد بسرعه اللي كبيره، وكتجي لذيذه بزاف. صافي الان راه وجدات معنا. غادي ندوزو مباشره باش نحضروا الشيفلور اللي غادي نكونوا من قبل ضروري غادي نكونوا نقيناه وغسلناه مزيان. صافي غادي نضيفوه في واحد الكاسرونه، وغادي نديروا عليه واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الماء، ونخليوه كيتسلق. تقدروا تبخروه نتوما ماشي مشكل. غادي نحضروا الان الدنجال اللي غادي نقطعوا نحيدوا منه هذيك هاد العيبه اللي كتكون من الفوق خضراء. صافي غادي نقشروه، نحيد جهه غنقشرها وجهه نخليها كيف ما كتشاهدوا، يعني جهه كنقشرها وجهه كنخلي فيها القشره كيف ما كتشاهدوا. صافي وغادي نحاول انني هاد الدنجال غادي نحاول انني نقطع على 3. هاد الجهه الاولى ونحيد الوسط، مهم 3 تقطعوها على 3 كيف ما كتشاهدوا. وغادي نبدا نقطع فيها كيف ما كنقطعوا الفريت، يعني على اصابع، على شكل اصابع بحال هكا طويله. المهم غنكمل الكميه كامله بنفس الطريقه اللي درت. تقدروا ديروهم رقاق على هكا، تقدروا هكا وتضربوهم عاوتاني على النصف، يعني غادي يجيو
كتار في الكميه كتر. المهم نضيفوا عليهم شويه ديال الملحه وغادي نحاولوا اننا نخلطوهم حتى هذاك الماء كيبدا نازل من الدنجال، يعني نخليهم حتى الماء ديالو كيبدا نازل منه. وغادي نخليهم على جنب وغندوزو باش نحضروا البطاطا ديالنا. المهم تما خديت انا 2 ديال البطاطات غنقطعهم على شكل بطاطا فريت بحال هذا الشكل. صافي غنقطع الكميه كامله بنفس الطريقه وغادا نديروها في الماء وشويه ديال الملحه باش تسلق معانا. الان من بعد ما تسلقات كيف ما كتشوفوا درنا لها غير نص سلقه، ما كتسلقوهاش كامله غير نصف سلقه. وغنديروا شويه ديال الثومه، شويه ديال الزعتر، غنضيفوا عليه كذلك واحد شويه ديال التحميره وشويه ديال الخرقوم بلدي، الملحه. وما تضيفوش الملحه كثير حيت قبل سلقتوها بالملحه. صافي شويه ديال السكنجبير وزيت العود. قادروا تضيفوا الهريسه الا كانت كتعجبكم. صافي غنخلطوا هاد التتبيله وغادا نبداو نديروا البطاطا ديالنا. غادا نبداو اننا نحاولوا اننا نديروها في هذيك التتبيله. داكشي علاش قلت لكم ما تسلقوهاش بزاف، يعني الا سلقتوها بزاف في هذه المرحله غادا تقدر تهرس معاكم. صافي وغادي نحطوا البطاطا ديالنا في واحد الصينيه اللي غادي نكونوا فرشنا ليها من قبل ورق الزبده ونكونوا دهناها بشويه ديال الزيت بحال هذا الشكل. حاولوا انكم تباعدوهم على بعضياتهم باش لا يتحمروا. الان غادي نحضروا تتبيله ديال الشيفلور اللي غادي نحتاج فيها بيضه، شويه ديال الدقيق، الملحه، البزار، تحميره، والثومه شي فص ديال الثومه، واحد شويه ديال الربيع. صافي وغادي نحاولوا اننا نخلطوا هاد المكونات مزيان وغادي نبداو نضيفوا عليهم شويه ديال الحليب. والكميه ديال الحليب كتبقى على حسب الخليط، يعني ما خصوش يكون خفيف وما خصوش يكون ثقيل، يعني موين، ما يكون خفيف ما يكون ثقيل. والا ما كفاكمش غادي تعاودوا انكم تصاوبوا كميه اخرى حتى تكفاكم وتسالي لكم هذيك الشيفلور اللي عندكم. صافي الان غادي ندوزو الشيفلور ديالنا من بعد ما تسلق لينا وخليوه شويه شاد في راسو باش هو ما يديرش ليكم. صافي غنحاولوا اننا نعمروه بهذيك التتبيله اللي درنا ونديروه حتى هو في الصينيه ديال الفرن. صافي بحال هذا الشكل. الان غادي نوجدوا التتبيله ديال الدنجال اللي غادي نحتاجو فيها بيضه، شويه ديال الثومه، الخرقوم، عفوا التحميره، البزار، الملحه. غادي نحتاجو ايضا واحد 2 معالق ديال الفينو، غنضيفوا عليهم 2 معالق ديال الفورص. صافي وغادي نضيفوا عليهم كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات والماء وشويه ديال الهريسه، ونخلطوا هاد التتبيله مزيان حتى كنحسوا بها بلي راها انسجمات. المهم انا هنايا احتاجيت واحد المعلقه ديال الدقيق ضفتها، يعني حتى كتحسوا بالخليط ما ثقيل ما خفيف. الان غادي نجيو غادي ناخذوا هذاك الدنجال ديالنا وغادي نحاولوا اننا نمرمدوه في هذاك الدقيق، عاد غادي نديروه في هاد التتبيله اللي حضرنا. صافي كنحاولوا اننا يعني نعمروها مزيان حتى كتدير لينا ونسقطروها بواحد شويه ونحطوها في الصينيه ديال الفران. المهم كيف ما غادي نتشاهدوا. المهم راه كيجيو لذاذ بزاف بواحد الطريقه مغايره على داكشي اللي كتشوفوا. المهم هذه الصينيه من بعد ما عمرناها الان غادي نضيفوا فيها واحد تقريبا شي 2 معالق ديال الزيت، عاد غادي نخشيوها في الفران. المهم حيت اول مره غادي نجرب هاد الاصابع ديال الدنجال قلت كميه غادي نقليها وكميه غادي نديرها في الفران باش يلا نعرف شنو الفرق بيناتهم، يعني النتيجه كيفاش غادي تكون هكا وهكا. المهم صراحه بجوجهم جاو لذاذ بزاف، يعني ما كاينش شي فرق اللي كبير، بجوجهم عندهم نفس المذاق ولذاذ بزاف، يعني ديروهم في الفران راه زوينين بزاف. هنايا ماما كانت كدير في البطبوط وصورت هذا المقطع، راه جا غزال تبارك الله كيف ما كتشاهدوا كيتنفخ وجا خاوي من الوسط. صافي هذه الصينيه ديال في الفران اللي كنا دايرينها جاو لذاذ بزاف. صافي غندوز دابا باش نحضروا السلطه اللي غادي نحتاجو فيها خيزو اللي غادي نكونوا حكيناه في الحكاكه اللي غليظه، الزبيب، المايونيز والسنيده، ونحتاجين الخس اللي قطعناه على داك الشكل، زدنا عليه شويه ديال الزبيب شويه ديال المايونيز والسنيده. وهنا غادي نبداو نستفوا فيهم، غنديروا شويه ديال الخيار. المهم هاد السلطه راني درتها في بزاف ديال الفيديوهات ولكن راها كتجي لذيذه بزاف، الا جربتوها ما غاديش تندموا. صافي الان غادي نحضروا العصير ديالنا. غادي نحتاجوا واحد لافوكا
وغادي نضيفو على كذلك شويه ديال البنان، وغادي نديرو بالحليب صافي. غادي نضيف عليه شويه ديال التمر، تقدروا تضيفوا عليه مكسرات او اي حاجه اللي زعما صحيه باش الله يكون عصير اللي صحي 100%. صافي غنضيفوا عليه شويه ديال التمر وغادي نطحنوه. المهم راه كيجي لذيذ بزاف ومنعش وفي مذاق اللي رائع بهذاك التمر، يعني بلا سكر، راه حلو ولذيذ بزاف. والان من بعد ما كلشي وجد معنا وكلشي طاب وقرب يودن الاذان، صافي غادا نبداو نستفو هذاك الدجاج ديالنا في الصينيه. المهم كتزيين بديت كنحط في الجناب الاصابع ديال الدنجال، صراحه الجو لذاذ بزاف بزاف. المهم التزيين كيبقى على حسابكم، زينوا كيف ما بغيتوا، تقدروا تنقصوا، تقدروا تزيدوا، تقدروا على حسابكم نتوما، ويعني شنو كتفضلوا. المهم هذا هو فطورنا، كنتمنى ان شاء الله ان وصفات اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. المهم انا زدت عليه واحد شويه ديال الكاتشوب، تقدروا تستغناو عليه حيت كيف ما عارفين راه غير صحي. المهم كنتمنى ان شاء الله انه تكونوا استفدتوا معايا وتكونوا خديتوا بزاف ديال الافكار لفطوركم ان شاء الله. زدت عليه شويه ديال المايونيز حيت كيجي لذيذ صراحه مع هذيك البطاطا وهذاك الاصابع ديال الدنجال، كيعطيو واحد الطعم اللي لذيذ بزاف. المهم راه تبارك الله داكشي كامل جا مذاقه رائع وغزال صراحه. بالنسبه لهذوك لي كيك اللي كتشوفوا راني حضرتهم في الفيديو السابق، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف اللي بغى انه يحضرهم، كيجيو لذاذ بزاف، مذاقهم خيالي وادمان صراحه. وكذلك الترميله اللي حضرت معكم حتى هي كتجي لذيذه بزاف ومذاقها زوين بزاف وراها سهله في التحضير. بالنسبه للحسوه راني فايته محضرها معكم، حتى هي كتجي لذيذه وصحيه 100%، حيت ما فيها لا حليب، يعني حتى شي مكون غير صحي ما فيهاش، كلها صحيه 100%. والسلطه كذلك كانت لذيذه بزاف ومنعشه وسهله في التحضير، ومكوناتها راهم بساط بزاف. بالنسبه للعصير حتى هو جا لذيذ بزاف. المهم كنتمنى وصفات اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ايضا تخليوا لي اشتراك في القناه باش الله تدعموني. المهم هادشي اللي كاين، خليت لكم الرحاب، السلام عليكم والى اللقاء.